أغلق صفحاتك، فالأهلي قد أتى، وقد أتى معه كل صفحات التاريخ. النهاردة الأهلي عو إفريقيا، وعو الوطن العربي، وعو كأس العالم بيعود، وعودة حميدة لملك ملوك الوطن العربي. بثلاثية مقابل واحد يضرب الأهلي الاتحاد السعودي على أرضه وسط جماهيره. هنغني كتير وهنقول كتير وهنقول زي ما احنا عاوزين، وهنقول الأهلي هو بابا الشغلانة. يا كاتب التاريخ، روح بيتك واقعد واشرب الشاي بتاعك وما تجيش تاني خلاص. النهارده الأهلي قال كل الكلام، ولا تقول لي فابينيو، ولا تقول لي كانتي، ولا تقول لي بنزيما اسمه كريم، كانتي اسمه كانتي، فابينيو اسمه فابينيو. عندنا كوكا، عندنا مروان عطية، عندنا العو إمام عاشور، عندنا كهربا الفولت، عندنا ميسي تاو وليس بيرسي تاو، عندنا حسين الشحات، حسين كريستيانو الشحات، عندنا الاخطبوط محمد الشناوي اللي النهارده بيقول كل الكلام قدام كريم وليس بنزيما. النهارده الاهلي بيقول كلمته بكل فخر وبكل اعتزاز. اعلنها اليوم اني اهلاوي وافتخر، اهلاوي ولي الشرف. 11 راجل في الملعب، 11 راجل في الملعب النهارده قصاد لاعيبه اوروبيه على اعلى جوده، لكن هناك على نفسهم، مش عندنا احنا كاهلاويه. الاهلي برجالته، الاهلي بجماعيته، الاهلي بادارته، الاهلي بجهازه الفني. 10/10 النهارده. مارسيل كولر بعيدا عن الطرد اللي خده موديست، الحاج موديست النهارده، ولكن مباراه 10/10. كوكا النهارده يثبت انه لاعب ذو طراز عالي جدا، ما ينفعش يقعد دكه لاي لاعب مهما كان في مصر ولا في افريقيا ولا في غيره. النهارده الاهلي 10/10، وبقولها تاني وتالت ورابع، اعلنها اليوم باني اهلاوي والفخر ليا. من التالتة شمال بتهز جبال، بأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، وهنفضل دايما أبطال، وهتفضل يا أهلي دايما عالي، ونسرك دايما بيرفرف في أفريقيا والوطن العربي. بعد الفاصل تحليل مهم لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي. استنى. القاهرة تتزين بأعلام وأضواء حمراء كاملة. النهاردة يوم جميل، يوم أحمر بالكامل، يوم بيمتاز فيه الأهلي على كامل الفرق الآسيوية والفرق الأفريقية بالكامل. يوم 10/10. مارسيل كولر، والثالث مرة بعلنها أهلاوي وأفتخر. طيب خلينا ندخل في التحليل سريعا كده. الشوط الأول بدأ زي ما كنا متوقعين، وهو الضغط الكامل من مارسيل كولر. الضغط الكامل من مارسيل كولر اللي خلى عند فريق الاتحاد الرهبة والخوف من ان الاهلي هو ازاي بيلعب كده. هو الاتحاد دايما لما بيدخل فريق كبير، ده فريق كبير، والفريق الكبير الاول ده صاحب الارض معاه كمية الصفقات اللي احنا شفناها النهاردة، هو داخل على اساس ان هو انا اللي هكون متسيد الماتش النهاردة، على عكس ما شفناه وهو تسيد كامل واكتساح كامل احمر للنادي الاهلي. وصلنا يا باشا للدقيقة 31، ابتدى انه الاتحاد يدخل في اجواء الماتش لحد ما الاهلي سجل الهدف الاول بهدف وضربة جزاء صحيحة 100% من علي معلول. وزي ما قال كابتن مدحت، علول حط الزغلول منك يا لول. وصلنا لاخر الشوط الاول وضربة جزاء ملهاش اي لازمة من محمد عبد المنعم، غير مقصودة، والمفروض يعني لو تسالني انا اقول لك دي مش ضربه جزاء. ليه؟ لان هو اساسا اللعيب او محمد عبد المنعم الكره اساسا كانت خارجه ومفيش حد وراه، مفيش حد مكمل، فالكره ملهاش لازمه، ولكن القانون بنص ان الكره دي بتحتسب ضربه جزاء في الاخر.
ضربة جزاء ملهاش أي لازمة، تصدى ليها الأخطبوط محمد الشناوي، اللي النهارده بنحب نقول له عودة حميدة يا أخطبوط، عودة حميدة يا أفضل حارس في أفريقيا. دخلنا في الشوط الثاني والكل يتوقع إنه ممكن الاتحاد يدخل في المباراة ويقدر يتعادل أو يقدر يجيب أهداف أو يقدر يفوز حتى، ولكن مارسيل كولر، وخلينا ألقبه بلقب كده كان نفسي ألقبه من فترة كده، الجزار والسفاح مارسيل كولر، اللي النهارده اكتسح فريق الاتحاد بكل فخر. مارسيل كولر هو السفاح الجديد، سفاح الاهلي، زي ما في سفاح الجيزه في سفاح الاهلي. دخل الشوط الثاني مارسيل كولر بهدف ضرب من الدنيا خالص من حسين الشحات، ارتو وتدرس، ارتو تدرس، قال له تعالى كده، حطها له كده. هو ارتو يدرس النهارده. بعد كده الامو والعو، النهارده امام عاشور سجل الهدف الثالث، هدف يدرس ايضا، هدف بيتعلموا منه. اذا الاتحاد مش العو، الاتحاد مش العو، الاهلي هو عو، والاهلي هو بابا الشغلانه، والاهلي هو سي السيد، هو سي السيد. دوري ابطال افريقيا هو سي السيد، كاس عالم هو سي السيد، الوطن العربي. انتهت المباراة، فوز مستحق الحقيقة بالنسبة للنادي الأهلي. إن شاء الله الماتش الجاي ماتش صعب، ولكن اللعيبة الجهاز الفني والجمهور وإحنا كل الناس هتكون في ظهر النادي الأهلي، اللي بنتمنى له التوفيق وبنتمنى له إنه يجدد المركز اللي متعود عليه دايما، هو المركز الثالث في كأس العالم للأندية، اللي فيه فرق كتير جدا جدا بتحلم بيه. وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، اشوفك على خير بكره ان شاء الله. شكرا، تصبحوا على خير.